السلام عليكم. حل ودنيك مزيان لان هاد الهضره اللي غنقول غتحل لك عينيك وتنور لك طريقك فيما يخص امو التغطيه الصحيه. اليوم غادي نعريها اسمع اخويا السيد قدامك، كيهضر ولكن بصح اهم من ودابا هادشي مزيان. غنوريك ولا استافد غنهضر لك مع اليوم على استافد واحد معنا. البلان ما باش ما تنساش نقولش واحد القالب، بارطاجا والمصيبه بارطاج. الناس اللي كيعنيهم ما عارفينوش. وهذا البلان باش ما نقولش قالب على امو الشامل والناس اللي غيخلصوا على حساب المؤشر ديالهم. ولكن قبل ما نقول لكم هذا البلان راه بعدا انت اللي كتسمع الفيديو تعرف راسك انت اش من باب ديال امو كيعنيك. نبداو بامو التضامن. دابا انت شوف هاد المواصفات الا فيك راك غدوز وغتدخل الباب ديال امو التضامن. اسمع مبروك عليك، انتبه ما غتخلصش مزيان، نقطة التغطيه الصحيه. مهمة هذه. وما حد فيك هاد المواصفات اللي غنقول راك دائما غتبقى في امو التضامن ومعفي من الخلاص ديال التغطيه الصحيه. اول حاجه واهم حاجه انك تكون ما خدامش بمعنى شنو؟ ما مقيدش عندهم انك خدام. ما خدام عند شي حد كيصرح بك، خدام شي شركه ولا خدام عند شي واحد، هذه اساسا راه كتستافد انت من التغطيه الصحيه على حساب داك التصريح. ثاني حاجه تكون ما خدامش عند راسك، ما عندكش شي حرفه ديالك. لان الا عندك شي حرفه ديالك ومسجل بها في الضمان الاجتماعي، الغرفه مثلا صيفطات سميتك، ولا شي وزاره ولا شي مندوبيه ولا شي تعاونيه ولا شي نقابه صيفطات سميتك للضمان الاجتماعي، قالت له هذا راه كيخدم الحرفه ولا المهنه ولا الفلاحه الفلانيه، الا مسجل هذه شي نقطة حرفه مهمة، ما هذا غتستافدش من خصنا امو ننتبهوا التضامن. ليه. مزيان، دابا حد مزيان. الساعه فيك هاد المواصفات كمل معايا الطريق ديال امو التضامن. ما فيكش حبس، وانا غنجي للحاله ديالك ونوريك اش من باب ديال امو ولا ديال التغطيه الصحيه غيدخلك. دابا انت ما خدام عند شي واحد، ما خدام عند راسك، خصك مولاي تكون مسجل السجل الوطني للسكان، انت والاسره ديال كل واحد بوحدو، ويتسجلوا معك كاسره في السجل الاجتماعي الموحد، ويخرج لكم المؤشر. من يخرج لكم هذا المؤشر هذا يكون سيدي قل من 9.326. الا جبتي هذا المؤشر وما فيكش الامور اللي ذكرت قبل، مزيان غيفتحوا لك الباب ديال امو التضامن ويقول لك تفضل. غتدفع طلب في هذا السيت اللي هو amotadamon.ma وتدخل فيه المعرف الرقمي ديالك والسميه ديالك والمعرفات الرقميه ديال ذوي الحقوق ديالك. رد البال شكون هما اللي غيدخلوا معك في نفس رقم التسجيل ديال امو التضامن؟ انت ومرتك وولادك، ولا انت وراجلك وولادك. يدخل معك لا باك لا خوك لا اختك لا عمتك لا خالتك. غتدفع طلب الامو التضامن وغادي تقبل الا كانوا فيك هاد المواصفات، وتفضل ادخل في الباب ديال امو التضامن. علاش قلت ذوي الحقوق؟ الا مثلا الاسره اللي مسجله في السجل الموحد فيها اكثر من نواه، فكل واحد فيهم واخا ديك الاسره مثلا فيها واحد ومرته وولادو وفيها با وامو وفيها مثلا اختو طلقه ولا ارمله وعندها حتى هي وليدات، كل واحد هاد الاسر الصغيره وذوي الحقوق ديالو واخا مسجلين مجموعين في السجل الاجتماعي الموحد، كل واحد كيدفع مع ذوي الحقوق ديالو. اذا يمكن اسره واحده مسجله في السجل الاجتماعي الموحد وجابوا المؤشر قل من 9.326 يتسجلوا 3 ولا 4 المرات في امو التضامن. مزيان، دابا سالينا امو التضامن فيك هاد المواصفات اللي ذكرت كامله، تفضل دخل امو التضامن وراك كتستافد ما حد متوفره فيك هاد الشروط كامله اللي ذكرت. ندوزو للنوع الثاني اللي هو امو تي ان اس ولا امو للعمال غير الاجراء، التغطيه الصحيه الاجباريه للعمال غير الاجراء اللي هما خدامين عند راسهم. تكلمنا عليهم مرارا، انا نعاود نذكر فيهم. العمال غير الاجراء هو الناس اللي خدامين عند راسهم، ميكانيسيان، حلاق، مول الحانوت، نجار، جزار، فلاح، شيفور، اي واحد خدام عند راسو ومسجل عندهم على انه خدام عند راسو. ما مسجلش عندهم وراك خدام وما صايفط لك حتى واحد الاخبار، راه الا توفر فيك الشروط اللي ذكرت ديال امو التضامن راه غتدفع له غتستافد. الا مسجل عندهم شكمات بك شي غرفه، شكمات بك شي وزاره، شي مندوبيه، شي تعاونيه، شي نقابه، شي جمعيه، وسجلوك على انك خدام، شديتي شي دعم ديال الفلاحه، شديتي شي شعير، تسجلتي في شي سجل وطني ديال الصناعه التقليديه، درتي البطاقه المهنيه ديال السائق، درتي البطاقه المهنيه ديال الصناعه التقليديه ولا ديال غرفه التجاره والصناعه، اي حاجه اللي سجلاتك عندهم على انك عامل غير اجير غتمشي تخلص. شنو غتخلص؟ على حساب حرفتك. كل حرفه، كل خدمه، كل تجاره، كل فلاحه داروا لها واحد الباريم، شحال ما المدخول ديالك تيطلع شحال ما تطلع النسبه اللي غتبقى تخلص ديال الضمان الاجتماعي ديال التغطيه الصحيه. اذا ما حدك خدام ما شطبتيش على راسك، واخا تجيب المؤشر، قلنا قبيله امر التضامن خصك تجيب المؤشر، ولكن قلنا الشروط اللي قبل منها خصها توفر فيك هي الاولى، عاد دوز السجل الاجتماعي الموحد والمؤشر. ما حدك انت مسجل عندهم خدام ما شطبتيش على راسك ساليتي حبستي، ولا البلاد ما بقاتش عندك، ولا الكسيبه ما بقاتش عندك، ولا كان عندك حانوت وسديتي، ولا كان عندك نجار وسديتي، ولا كنتي كدير الصناعه التقليديه وحبستي، ولا كنتي شيفور وحبستي ما بقيتيش خدام.
غتمشي تشطب على راسك. ما حدك ما شطبتيش على راسك وانت مازال عندهم خدام، تبقى تخلص هاد المبالغ اللي فارضين عليك كل شهر، وكتبقى تستافد من التغطيه الصحيه. ما حدك كتخلص كل شهر. ينفوا تحبس الخلاص يحبسوا لك الاستفاده ويبقاو كيحسبوا عليك ويديروا لك الزيادات والغرامات، واخا حابسين عليك التغطيه الصحيه. ماشي حبست ما بقيتش كنخلص راه حبسوا عليا التغطيه الصحيه هاني ماشي مشكل، غنبدا نخلص عاوتاني نبدا نستافد. لا، كيبقاو يحسبوا لك داكشي اللي كيسالوك، ومنين تبدا تخلص عاوتاني تولي تخلص واحد 3 شهور ولا 4 شهور عادي يعاودوا يفتحوا لك الحق في التغطيه الصحيه. انت وذوي الحقوق ديالك، غير انت ومرتك ووليداتك، ولا انت الا كنتي انت اللي خدام عند راسك وراجلك ووليداتو. الا ما كانش خدام هو، الا كان خدام هو حتى هو غيخلص، واخا يكونوا الزوجين كل واحد عنده خدمته، كل واحد غيخلص على خدمته، واخا غتستافدوا من تغطيه صحيه وحده. حتى لينا دابا بالنسبه امو التضامن، امو تي ان اس ولا امو العمال غير الاجراء، بقى لنا البلان الخطير اللي جبدات الحكومه اللي هو امو الشامل ديال الناس اللي قادرين يخلصوا، ماشي صحاب امو التضامن غير القادرين ولكن ما هما خدامين عند راسهم، بحال هاد تي ان اس العمال غير الاجراء ما هما خدامين عند شي حد باش يصرح بهم. هاد الناس هادو كيفاش لقاتهم الحكومه ولا كيفاش خرجاتهم؟ جبدتهم من السجل الاجتماعي الموحد. كاع اللي تسجل في السجل الاجتماعي الموحد كأسرة ولا حتى بوحدو تقبل وجاب المؤشر فوق 9.326 داخل في هذا القانون، القانون 6022. وباش بلا ما يدخلكم الشك في هذه الهضره اللي غنقول دابا، هذا القانون هذا تنشر في الجريده الرسميه ووافق عليه البرلمان ومجلس المستشارين. سجلتي في السجل الاجتماعي الموحد باش تشدع ولا باش تستخدم امو التضامن ساعه المؤشر ديالك طلع في 9.32 ولا 9.326 لحد الساعه. هما قالوا اختياري، ولكن واش فعلا اختياري؟ لا. وهذا الشيء اللي غنثبت في هذا الفيديو هذا وغنثبتو من القانون، ماشي غنفتي من راسي ولا غنقول شي راي ولا غنقول اتوقع ولا اتصور انه اختياري ماشي لا، ما نعطيش راي ديالي وما غنتكهنش. نقول لكم اللي جا في القانون 622 دابا تيقول لك الا مشيتي انت واختاريتي وبغيتي ما كيسجلوش الناس بحال امو تي ان اس ديال العمال غير اجراء، هادو كيسجلوا بلا ما يسيقوا الخبار. حتى كيجيك ميساج في التليفون كيقول لك لقد تم تسجيلكم على انكم مع العمال غير الاجراء وتفرض عليكم تخلصوا قدا وقدا وانتم مدينين صندوق الضمان الاجتماعي يجيو خلصوا. هادو لا لحد الساعه، لان قانون الاطار ديال الحمايه الاجتماعيه كيتكلم على تعميم والمواطنين راه سواسيه امام القانون. هذا الدستور اللي تيقولها ما يمكنش واحد تجيبو كريت وتقول له انت اجباري حيت عمال غير اجراء، تجيب كريت اخر تقول له انت اختياري امو الشامل. شنو اللي كيثبت هذا الشيء هذا؟ الهضره اللي تنقول انا شنو اللي كيثبتها من القانون؟ قال خويا حسن عطينا القانون، عطينا شي ماده في القانون كتقول هذا الشيء كاينه في القانون اللي قالت تنشر في الجريده الرسميه ووافق عليه البرلمان ومجلس المستشارين والحكومه. اسيدي اول حاجه كتثبت هذا الشيء هذا الماده 13 من هذا القانون 622. شنو كتقول عمي هذه الماده 13؟ كتقول لك يترتب عن كل تاخير اداء الاشتراكات ديال التغطيه الصحيه ديال هذا الامر الشامل للناس القادرين واخا ما خدامين لهوك لهوك، يترتب على يا سيدي 1% على كل شهر تاخير. مزيان. شنو كيعني هادشي؟ انه مابقاش اختياري، انه مادام دخلتي ولا عليك اجباري تخلص كل شهر. انا كنعرف حاجه الاختياريه شنو معناها. بغيت ندخل اخويا انا دخلت كنخلص كنستافد ما بقيتش قاعد حبست الله يعاون، ولكن ندخل وتسدوا عليا الباب تقول لي راه الا توقفتي غنبقى كنحسب عليك هاد الشهور واخا انت ما بقيتيش كتخلص وما بقيتيش كتستافد من الامو الشامل، انا كنحسب عليك الشهور ديال التاخير اللي ما كتخلصش وكنزيد عليك الغرامه ديال 1% على كل شهر. زيد سيدي ما قداتكش هاد الماده ما قنعاتكش انه اجباري، زيد ماده اخرى الماده 16 من القانون 622 شنو كتقول؟ يعاقب سيدي عقوبه، يعاقب كل واحد ما خلصش الاشتراكات اللي تفرضات عليه بهذا الامر الشامل يعاقب بخطيه غرامه من 200 حتى ل 2000 درهم. وإلا عاود رجع تفاهموا معاه ودار له هذه العقوبه وخلص وعاود رجع كطوبل هذه الغرامه ولا هذه العقوبه. اقتنعتي دابا ان امو الشامل راه اجباري ودير كما تيقول داك المثال ديالنا دخول الحمام ماشي بحال خروجه، راه اختياري. اجي مرحبا بك جرب، دخل ضرب تحمحيمه وجرب، الا عجباتك كمل معانا ما عجباتك سير الله يعاونك، راه اختياري. وان فوا تدخل الحمام يسدوا عليك ولك دخول الحمام ماشي بحال خروج، راه اختياري باش تدخل ولكن اجباري باش تبقى. قنعوك هاد جوج مواد الماده 13 والماده 16 اللي كتهضر على العقوبات الا دخلتي وبديتي تخلص امو الشامل وحبستي ما بغيتيش تكمل ما قنعوكش غنزيدك واحده اخرى. هذا القانون 622 تيقول لك انه ضمان اجتماعي عنده الحق الا ما بغيتيش انت تخلص
داروا لك الغرامات ديال التاخير والزيادات، بقاو تيحسبوا عليك الشهور وحابسين عليك التغطيه الصحيه، داروا لك هاد الغرامه ولا هاد العقوبه ديال من 200 درهم حتى ل 2000 درهم، عاود دوبلوها ليك ما بغيتيش تخلص. كيقول لك هاد القانون 622 راه من حق الضمان الاجتماعي ديك الساعه يطبق عليك الماده 28 من القانون 98 15. لو وقتكم بالارقام، قانون 98 15 ديال العمال غير الاجراء اللي يفرض عليهم يخلصوا التغطيه الصحيه اجباري، ها هما رجعوا دخلوك في قانون اخر اللي فيه الاجباريه صريحه. وشنو كتقول هذه الماده 28؟ الماده 28 كتكلم على ان الحق عند صندوق الضمان الاجتماعي يتابعك باش ياخذ ديك الفلوس اللي جمع عليك باي طريقه، واهم هاد الطرق هي تحصيل الدين العمومي. يصيفطوا لك انذار اسيدي يقول لك اجي تخلص، ما خلصتيش غيمشيو يحجزوا لك اللي عندك ما يديو ويبيعوه، الا ما لقاو ما يبيعوه يقدروا يصيفطوك كاع للحبس. هما في الغالب ما غيوصلوش لهذا الشيء لان ماشي من مصلحتهم ان غينوضوا على راسهم الحل، ولكن هذا الشيء راه كاين في القانون. وانا بغيت غير نثبت لكم ان امو الشامل اللي هو ديال الناس اللي المؤشر ديالهم طالع وما مخدمين عند راسهم، ما خدامين عند شي واحد، راه اجباري اختياري غا بالفم. الله يعاونكم.